بعدها الحكم زراق عادل. أولى الحالة التحكيمية في الدقيقة 9 هدف حسنية أكادير. هل هو مشروع أم لا؟ احنا كنشاهدوا يعني اللاعب ربما كان في وضع التسلل، يعني وجهة نظر ديالك سيخونات احنا كنشوفوا الإعادة بالبطء. كيتبين نوعا ما بان اللاعب يعني ديال حسنية أكادير سابق شويه المدافع. قبل ما تمرر الكره كان اللاعب نوعا ما متساوي نفس الخط، ولكن اللحظه اللي خرجت الكره من رجل اللاعب المنافس، اللاعب صديق المستفيد من الكره، نعم. كان شيئا ما سابق هذا اللاعب كان كيتوجد في حاله ديال التسلل هنا واضحه. يعني اللاعب اللي غادي يسجل الهدف الوقت اللي غادي تخرج الكره من الرجل ديالو من الرجل ديال الصديق ديالو، فكانت الوضعيه ديالو وضعيه ديال كان في وضعيه ديال التسلل. نعم. وبالتالي كان هنا الحكم المساعد على انه يضبط الحاله ويعلن على التسلل. وحنا يعني نعاودوا الحديث عن الحكم المساعد. هنا كنشوفوا هنا الصوره متوقفه، واش ما كانش يعني الرؤيه ديالو ما كيشوفش 100% يعني اللاعب واش في التسلل ولا لا؟ حنا شفنا قدامه يعني جوج ديال اللاعبين، واش الرؤيه ديالو 100% قدامه مساحه انه يشوف واش اللاعب في التسلل؟ هي المهمه ديال الحكم المساعد الا ويكون قابض المدافع ما قبل الاخير باش توضح ويكون التموضع ديالو جيد. نعم. باش توضح له الرؤيه عند تمرير الكره الى اللاعب المهاجم. هنا ما عرفتش انا، هو كان في وضعيه جيده ولكن التركيز ديالو على المدافع ما قبل الاخير لم يكن بالشكل الجيد، وبالتالي كان اللاعب اللي مشى بالكره ديال الحسني كان في وضعيه تسلل واضحه هنايا. نعم. باش كل واحد ياخذ حقه. وهنا الحكم يعني حكم الوسط بالطبع غادي يلتجئ للقرار ديال الحكم. الحكم يقرر بحال هذه الحالات. نعم. خاصك تلتزم كما قال السي طلال التموضع الجيد زائد التركيز. اشنو امتى اللحظه بالضبط اللي غتخرج الكره من اللاعب. نعم. والقرار خصو يتخذ في الجزء من الثاني. الجزء الثانيه يكون متواضع جيدا ويكون عنده مركز مع الكره وثاني اخر مدافع والخصم. نعم. وثاني حالة عن مباراة الحسنية والوداد سنتابع. كان هناك خلط لمن الخطأ، سنتابع في الصورة. سي طلال يعني شفنا اللاعب من الحسنية والوداد الحكم عطى الخطأ للحسنية. لا بالفعل هنا الخطأ للحسنية لأن اللاعب ديال الوداد هو اللي رمى دار اليد ديالو رمى بالرجل ديالو وسقط اللاعب ديال الحسنية. إذا هنا الخطأ ديال الحسنية. القرار ديال الحكم هنا كان قرار سليم. سخونات بالفعل وشاطر الرأي، لأن اللاعب الكحل لاعب فريق الوداد هو اللي رمى برجله بين الرجل ديال اللاعب ديال حسنية أكادير اللي هو اللي فعلا اللي سقط. كان كيستوجب قرار انضباطي هنا ولا فقط الاعلان عن الخطا؟ لا هنا في هذه الحاله كاين اهمال خطا فقط اللي يستوجب القرار، لا يستوجب القرار الانضباطي وبالتالي لا يستوجب. نعم. بطاقه صفراء. غادي نتحولوا للدقيقه 49 سنتابع مطالبه للحسنيه بضربه جزاء بعد لمسه قالوا بانها لمسه للمنقاري. غنشوفوا واش قاسها بالصدر ديالو او باليد ديالو. سي طلال اللقطه واضحه، اللاعب مشى للكره بالصدر ديالو، هبط الكره بالصدر، ما كايناش لمسه يد وما كايناش ضربه جزاء في هذه العمليه هذه بتاتا. هناك مطالبه الحسنيه بضربه جزاء؟ لا ليس هناك ضربه جزاء، ليس هناك خطا بتاتا باش يكون ضربه جزاء. اللاعب ديال الوداد حط الكره بصدره وتا لامورتي ديال الكره كتبان بانها نزلت في الصدر، الاتجاه ديالها ضربت له في الصدر ونزلت قدامه، دونك ليس هناك خطأ. نعم. ورابع حالة تحكيمية عن المباراة ذاتها سنتابع. هل هناك خطأ أم ضربة جزاء أم لا شيء لصالح الحسنية؟ سي طلال غادي نتابعوا هنا فوق الخط من ساحة العمليات، واش خطأ أم ضربة جزاء أم ليس هناك أي أمر من الشيء؟ إلى ممكن يعودوا لنا اللقطة ويدوزوها لنا بالعرض البطيء باش نزموا فيها. هنا ربما كان دفع، كنشوف يعني مدافع ديال الوداد اليد ديالو. هنا كاين دفع دفع باليد، انما كانت الوقت اللي غادي تدفع اللاعب كان خارج منطقه العمليات. هنا كان خطا، ضربه خطا، وان كان اللاعب المهاجم سقط داخل المنطقه ديال العمليات، لكن الرجل ديالو خارجه من لكن هو في الدفع في البدايه ديال الدفع كان خارج منطقه العمليات، وبالتالي رغم انه سقط داخل فالحكم كان هنا كان يستوجب على الحكم هنا انه يعلن على ضربه خطا مباشره خارج منطقه العمليات. نعم. سخونات ضربة خطأ مباشرة خارج منطقة العمليات، يعني خطأ ارتكب خارج المساحة. بالفعل كاين الخطأ، لكن باش نزموا صعيب نزموا واش كانت لداخل ولا برا صراحة. ما كاين الخطأ، كاين الدفع.
غير واش فوق الخطا يعني واش ضربه جزاء ام ضربه خطا؟ لا ما كاينش. ما انا كنشوف يعني البدايه ديال الدفع كانت خارج الخط، وبالتالي الوقت اللي تدفع واخا سقط داخل منطقه العمليات، فالبدايه ديال الخطا كانت خارج الخط، وبالتالي كان هنا ضربه يستوجب على الحكم ان يعلن على ضربه خطا مباشره، ركله حره مباشره لصالح الفريق ديال. هنا كاين الدور ديال الحكم المساعد سي خونات. لا صعيبه الحكم المساعد باش يلزم بان حيت قريبه للخط. نعم. كتكون صعيبه، مي عنده الدور ديالو باش ينبه الحكم. لا احرى بهذه الحالات الحكم ما يعلنش على الخطا. نعم. باش الحكم المساعد يساعدوا واش كاين خطا ولا ما كاينش، واش ارتكب داخل ولا برا، خاص بعدا الحكم يعلن على ضربه الخطا. الحكم الساعه ما يعلنش على ضربه الخطا. وحتى ان الحكم الصحي يعني خصو يكون قريب من مثل هذه الحالات. لا علاش الحكم؟ لا هنا رغم ان قربه من العمليه فهو ما شافش الخطا، يعني في تقديره ما شافش الخطا. حنا كنشوفوا هو يعني في التقدير ديالو داخل الميدان ما شافش الخطا، يعني حنا كنقولوا على انه كاين الخطا ولكن خارج منطقه العمليات. وصعيب كما قالت سي طلال هذه الحاله حتى اللي ديال اللاعب منقري، كنظن منقري محجوبه ربما كتبان. كاين بينو الظهر ديالو واش كان دافع ام لا كورس صعيبه، ماشي شي يد اللي باينه اللي تكون واضحه. نعم. حالة أخرى تحكيمية سنتابعها في الدقيقة 75 ستكون طرد ياسين الكحل لاعب الوداد البيضاوي. سي طلال الى نعاودوا نشوفوا الصوره، يعني غادي نشوفوا بان لاعب الحسنيه يعني ضرب باليد ديالو، وربما كان نوع من ردين بين قوسين اللاعب ياسين الكحل اللي خدع على اثر بطاقه حمراء. لا هذه عمليه مركبه، مركبه. هنا اللاعب ديال هنا نعم. اللاعب ديال الحسنيه تقادير هو اللي غادي يبروفوكي اللاعب ياسين الكحل، غادي يستعمل اليد ديالو، وبالتالي كان الرد الفعل ديال ياسين الكحل كان رد فعل شويه خارج عن النطاق الرياضي. هنا لو كان الحكم شاف على ان اللاعب ديال المدافع ضرب بيدو فراه كان غادي يمشي يعلن على ضربه جزاء لصالح الوداد. نعم. وبالتالي هو ما شافش هذيك الحاله هذيك ديال الضرب ديال المدافع ديال حسنيه تقادير، وشاف الضربه كانت اوضح. الضربه ديال هنا الضربه ديال ياسين الكحل واضحه، ولكن الحكم ما كانش خاصو يمشي حتى يشوف اللعاب ويهضر معاه ويسولو. كان مباشره اذا شاف الضربه ان ياسين الكحل ضرب كان يمشي له مباشره ويعطي الورقه الحمراء بدون ما يمشي لعند اللاعب ويشوفه او يسولو او يهضر معاه حتى ياخذ القرار النهائي ديالو. كان في الطريق يجي ويعطيه الورقه الحمراء بدون ما يوصل. هنا مشى وهضر ربما مع اللاعب، وهذيك الحركه هذيك ما الحكم ما خصوش يقوم بها. سي خونات يعني في مثل الحالات اللي كنشوفوا يعني مركبه، ربما ضرب ورد فعل. كاين الضرب، ولكن الزاويه اللي كان من نفس الحاله اللي شفنا ديال منقاري، الزاويه اللي عند الحكم صعيب عليه يشوف ذاك لو بروميي كو ديال اللاعب ديال الحسنيه اكادير، وبالتالي يعني ان 6 مرات كيبان له كونتاكت ديال الكحل هو اللي مشى له، دونك ما يشوفش لو كود ديال الاخر. ولكن اللي تبين له هو من بعد اللاعب ياسين الكحل ضرب مباشره. كان بهذه الحاله كان القرار ديالو صعيب بالنسبه لنا. غادي نفرضوا على ان الحكم كان الرؤيه تحجبات عليه في الضربه الاولى ديال المدافع اللي قاص ياسين الكحل، لكن الوقت اللي شاف ياسين الكحل ضرب بالكمه كان مباشره يجبد له الورقه الحمراء بدون ما يمشي لعند اللاعب يسولو او يهضر معاه ولا ربما شنو دار بيناتهم، كان يجبد له الورقه الحمراء بكل بساطه. نعم. اخر حاله تحكيميه عن مباراه الحسنيه والوداد، عرقله لمهاجم الوداد في مساحه العمليات. هل هناك ضربه جزاء؟ سي خونات احنا غادي نشوفوا ربما في الاعاده بان اللاعب مشى للرجل ديال. هل هناك ضربة جزاء؟ كاين خطأ، ومادام ارتكب في داخل مساحة الجزاء يعني دونك كان يستوجب عليه ضربة جزاء، إعلان ضربة جزاء. سي طلال؟ هنا كاين إسقاط ديال المهاجم داخل منطقة العمليات، وبالتالي كانت تستوجب ركله حره مباشره اللي هي ضربه جزاء. نعم. احنا غادي نعاودوا نشوفوا صوره واش تموضع الحكم كان سليم يعني هنا، ويخول لي انه يعلن عن ضربه جزاء او انه ما يعلنش عليها. شفنا يعني بعيد نسبيا عن المنطقه. سي خونات؟ لا الحالات اللي قبل ماشي بحال هذه الحاله، كانت فرضت عليه انه ما يكونش عنده الزاويه مفتوحه، يعني مساحه قدام الحكم. ما مسموحش ليه انه ما يشوفش بحال هذه الحاله. نعم. الزاويه لو شون فيزوال ديالو لاكسيون كلها قدامه، كان هو مفروض عليه يفتح الزاويه ويشوف
ضربة جزاء لا شاف الحاله وكان التموضع ديالو جيد، لكن هو امر باستئناف اللعب. هو شاف على انه ما كاينش ضربه جزاء وما كاينش خطا، ولكن حنا كنشوف هنا على ان كاين اسقاط ديال اللاعب ديال الوداد البيضاوي، وبالتالي كان شفنا سي طلال، شفنا حتى الحكم المساعد يعني رافع الرايه ديالو، وربما هو شاف الخطا، كان قريب منه شاف الخطا. لا بالفعل هذه هنا ما عرفتش انا الحكم المساعد علاش هز الرايه واعلن واش خطا ضد ما عرفتش ضد اللاعب الوداد، او هذا سؤال اللي يقدر يجاوب عليه هو الحكم المساعد. الى غنعاودوا نشوفوا، نعم غنعاودوا نشوفوا الصوره، ربما غير التموضع ديال الحكم الوسط وحتى الحكم المساعد رفع الرايه. الخطا نعم على المهاجم هنا. هنا ماكشي قلت لك الحكم مساعد، نتبعوا الصوره ها هو دابا باقي ما كاينش داك لو كونتاكت اللي نهضروا ضربه جزاء. الحكم مساعد رفع الرايه، دونك شاف شي حاجه اخرى قبل ما تكونش الخطا ديال اللي كان كتستوجب ضربه. نعم لاحظتي الحكم مساعد هنا يعني قبل ما يتسقط المهاجم، يعني رفع الحكم مساعد رفع الرايه ديالو. احنا ما تيبان لينا والو هنايا، رغم ان الحكم المساعد لا غير من خلال اللقطه، من خلال اللقطه ما تيبان لينا والو. يعني سبب رفع الرايه الحكم المساعد اعلن ربما كان خطا قبل ما يتسقط اللاعب واعلن، ولكن لكن ما كيبانش شي خطا. لا ما بانش واحد فعلا. انا ما تيبانش، ما عرفتش. ربما هي من الحالات اللي غادي تصير اكثر من بالفعل، لانه هنا على ما عرفتش انا الحكم المساعد شي حاجه اللي شافها، دونك ما بانش شنو شاف هو. ما نعم. غادي نتحولوا لمباراه اخرى، مباراه الوداد الفاسي والدفاع الحسني الجديدي اللي كان قادها الحكم هشام التيازي وانتهت بهدف